فرضا يعني خدت هدوم الولية وطلعت على الكراكون. هينوبها ام الكراكون دي مرة باكسة وبكحة وعينها فارغة وطماعة، اللي تقدر عليه كل شوية تمد ايدها وتقول لك اديني. يبقى حطت صباعنا تحت ضرسها. اني اللي هنحط صباعها تحت ضرسنا. ازاي يعني؟ هي الأوضة اللي اندفنت فيها الحرمة نبوية تبع مين؟ يبقى صباع مين اتحط تحت ضرس مين؟ نازلة انت يا بنت سامعاني يا اختي؟ ردي على امك، قلبي انحرق يا بنتي. انت فين يا ضنايا؟ يا ناس الحقوني، هاتوا لي بنتي يا نازلة. عليك يا نازلة يا استايحة يا ولدان، محدش فاهم حاجة. قطع الفوقان واللي فايقين. أحيي النسوان عمالة تغطس ما بتقبش، زي ما تكون العفاريت بتخطفهم. لا، دي حكاية من ورا العقل. مش شامم ريحة أكل. يظهر يا ولاد هنقضيها الليلة دي جبنة وزيتون. هي لوليه راحت فين؟ يا علي، يا سعيد. ايوه يابا، ايوه يابا. يمك راحت فين؟ هي مش جوه يابا. لا ما لقيتهاش. يمكن تكون لسه ما رجعتش من بره. ما رجعتش من فين؟ عند حد يعني. لحد دلوقتي. وهي يابا ما قالتلكش انها رايحه القرافه تبات هناك؟ لا ما قالتش. بقول لك ايه يا علي، اطلع يا ابني اسال عليها فوق عند الجيران، وما لقيتهاش اسالهم، جايز تكون فايته خبر. حاضر يابا. حاجه غريبه دي عمرها ما عملتها. علي. ايوه يابا. شوف امك عند خالتك بسيمه، وانت يا سعيد روح عند عمك شوفها هناك يمكن مسكوا فيها. حاضر يابا. وانت هتروح فين؟ هنطلع على القرافه. ما هي من يوم اختكم ما ماتت وهي بتجيلها الهفه دي تروح هناك وتبات هناك. بقول لكم ايه، هنتقابل هنا ماشي؟ لقيتها يابا. لا ابدا. ايه اللي حصل ده يا حسين؟ استغفر الله العظيم يا رب. زي ما انت شايف جينا البيت ما لقيناهاش. علي. ايوه يابا. خالتك ما قالتلكش حاجه؟ بتقول ما شافتهاش اديلها ليلتين يابا. أنا مش عارف نعمله إيه. خايف يكون جرالها حاجة. هو انتوا اتخانقتوا مع بعض ولا حاجة؟ ما أنت عارف أنا ما بنحبوش نزعلوها أبدا. يمكن سافرت لحد من قرايبها. نبوية ما تقدرش تخرج إلا لما تقول لي قبل ما نروح الدكان على المشاوير والمطارح اللي راح تروحها. أنا متوغوش عليها قوي. احنا ناخدوا بعضنا دلوقتي ونروح الكراكون نعمله بلاغ.
أنا نخاف ترجع الليلة يطلع البلاغ فشوش يجيبونا في سين وجيه. ما فيهاش حاجة، يبقى عملنا اللي نقدروا عليه. بقالها قد ايه غايبة؟ النهارده بس. النهارده بس؟ وايه اللي يخلي في فكرك انها مش راح ترجع؟ أنا اتعودت أنا والولاد إن إحنا أول ما نشطبوا نرجعوا البيت نلاقوها مستنيانا ومحضرة لنا العشاء. زين. سألتوا عليها عند الجيران والقرايب؟ ده احنا ما خليناش حد لما سألناه عليها يا حصول. زين. كانت متعاركة مع حد؟ أبدا، دي طول عمرها لسانها حلو مع كل الناس اللي نعرفهم واللي ما نعرفهمش. كانت متسيغة؟ لابسة دهب يعني؟ هي من ناحية متسيغة. ما هو ده اللي قلقني يا حصول. حلوة؟ حلوة؟ هي مين دي اللي حلوة؟ الست نبوية يا جدع. جوزها بقى هو اللي يقول لك إذا كانت حلوة ولا لا يا حصول. يا حصول، ست فوق ال50 ومخلفة جدعين على وش جواز. وايه اللي يمنع يا اخوي؟ ولاد الحرام كتير. هي من ناحية حلوة. طب قول لي بقى، الايام الاخرانيه يعني ما حسيتش يعني انها كانت متضرره من قعدتها معاك؟ معناته ايه الكلام؟ اصل احنا من غير مؤاخذه بنقدروا كل البلاء، واليومين دول بلا قافيه بيجي لنا بلاغات كتير قوي عن ستات طفشوا، ولا مؤاخذه كل الشهود اللي احنا بنسالهم بيقولوا ان ورا طفشان الحرمه من دول راجل. لا يا حصول، لا، دي ست اشرف من الشرف. ايوه، مرة حرة بصحيح ومحدش يقدر يتكلم عليها كلمة بطال. عالم المؤاخذة يا حصول، دي من بيت أحرار، يعني ست كاملة بصحيح. عندكم حاجة تانية عايزين تقولوها؟ احنا عايزين نطمن بس يا حصول. ربنا يجيب العواقب سليمة. معاكم حاجة تختموا لنا بيها على البلاغ ده ولا بتبصموا؟ بتشتي. تعال ناخد الطريق ده. يا نصر، انت يا زازا، ردي على امك يا اختي. سايباني ليه يا زنايا؟ ليه ما بترديش على امك؟ وحشتيني قوي يا بنتي. نازله، تعالي شوف امك بقى حالها ازاي. الحساب 30 جنيه ونص ريال. ايه يا سي علي، ما تبحبح ايدك شويه، ولا يعني كل مره لازم تغلبنا؟ ما تقوليش كده يا ست ريا. طب ايه رأيك؟ وحياة غلاوتك عندي، السعر اللي انا بنديهولك ده ما بنديه لحد تاني، انتوا خلاص بقيتوا زبايني. مش باين يا سي علي، الصيغه دي يا اخويا تساوي قد كده مرتين. خلاص يا ست، دهبك اهو، خديه ولفي بيه في الساغه. ان حد دفع اكتر من اللي انا قلته مليم احمر، انا مستعد ندفع قدام كل مليم جاني بحاله. أنا مش هنلف على محلات الصاغة يا علي حتى لو هيدفعوا أكتر منك، وأنت عارف كده كويس. هات 30 جنيه ونص ريال.